يكون في معلومة كسماوي أنت لم تعرف يمكن أنك ما عرفت أسرار التربة الكربلائية، لها أسرار، وتقدر أنك يعني مثلا أنا أقول لك أخلطها مع زيت زيتون، يعني حتى أنا يعني أقول لك لها أسرار ولها فوائد مجربة مثل خلطها مع زيت الزيتون، وحتى طعمها يتغير يكون في معلومة الوهابية، وأنا لا ما علي من الوهابية، صدقوا ولا ما صدقوا، أهم شيء إني أقر بهذا الشيء. أقول يعني تقول كأنك تاكل هريسة، تقول كأنك تاكل هريسة، وأنا كل يوم إذا قعدت الصبح أخذ لي من التربة الكربلائية مقدار حمصة صغيرة، أخذها زينة للباطن وللكلى، وما تجيب الحصوة في الكلى يعني. هذا من الأشياء المجربة والمعروفة. والسيدة والدتي، أنا طبعا والدتي سيدة من آل البيت سلام الله عليهم، يعني ودائما تحرصنا على هذا الشيء وتوكلنا واحنا صغار عشان تحمينا من الفيروسات. ولعلمك يعني تدري ان انا عمري ما تطعمت في المدارس ولا في المستشفيات، ما عمري تطعمت حتى من ضد شلل الاطفال، ما ادري اللي يسمونه، ما نطعم لان خلاص عندنا شيء مبارك، شيء مبارك ببركة اهل البيت سلام الله عليهم. ما نعرف احنا التطعم ولا نروح نقزز عيالنا هوبر، ما نقزز عيالنا هوبر، احنا نعرف شلون نداويهم ببركات اهل البيت. وموتوا قيضا، وموتوا قيضا، موتوا قيضا يا ابو حمد.